تعال اوريك الخطوات اللي هرجع بيها رجلي وترجع زي الاول. للاسف رجلي مستواها قل جدا لان انا كنت عامل عمليه فكنتش بقدر اتمرن رجلي كويس، فاضطريت ان انا لازم ارجع تاني اتمرن واشد عليها تاني. قررت ان انا هقسمها لاماميات والخلفيات، يعني يومين في الاسبوع، لان انا كده كده بتمرن ابر ولور. بالنسبه للاوزان فانا هبتدي خفيف وبعد كده هبتدي ان انا ازود في الاوزان تدريجيا، هعمل بروجريسيف اوفرلود. هركز اكتر على التمرين الكومباوندز، يعني الرجل شكلها مش بطال دلوقتي بس محتاجين طبعا احسن بكتير. ومن اهم التمارين اللي دايما هدخلها هي اللونجز. انا عارف العالم كله مش بيحبه بس هو تمرين مهم جدا. بالنسبه لليوم اللي هيبقى فيه الليجز لازم يبقى فيه التغذيه عاليه جدا ويكون الكارب كتير بالنسبه لي علشان اقدر يبقى عندي طاقه العب تمرين الرجل. بجمع في التمرين بتاعي ما بين تمارين العزل والتمارين المركبه. وحقيقي من اكتر الحاجات اللي ممكن انسان يندم عليها ان هو ما يكونش بيلعب رجلين من بدايته، لان الرجلين مهمه جدا. ويا سلام بقى لو تخلص تمرين رجلين وتخش تعمل ريكفري وتخش ايس باث كده، هتاخد ريكفري حلو قوي وتعيد يومك تاني من الاول.